السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير في احسن حال يا رب باذن الله. فيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم جدا باذن الله. هنتكلم على الميزانيه، ازاي اظبط الميزانيه بتاعتي في البيت، ازاي اخلي المصروف اللي معايا اللي بقبضه يعني من زوجي يقضيني طول الشهر، ما استلفش بقى من بره، ما كملش بقى من اي حد. احاول ان انا اخليه يقضيني لاخر الشهر ان شاء الله. فهنقول على شويه نقط كده هوت علشان هي دي اللي هتوصلنا ان احنا المصروف ده يقضينا او المرتب ده يقضينا لاخر الشهر، ما يخلصش مننا في نص الشهر او في اواخر الشهر كده قبلها بكام يوم، ونبقى محتاسين بقى وهنجيب منين وهنعمل ايه والكل انتوا الحوار اللي انتوا عارفينه ده. فهنحاول ان احنا نقول على شويه نقط كده اهوت وان شاء الله تظبط معاكي الميزانيه. اول حاجه، وانت بتاخدي الفلوس من زوجك، لو انت مثلا بتاخدي مثلا فلوس بالشهر مثلا يعني، اول حاجه وانت بتاخدي الفلوس وبتعديها كده سمي الله، قولي بسم الله الرحمن الرحيم على اي حاجه بقى، سمي الله اي حاجه، الفلوس، اي بتاخدي كوبايه، بتطبقي ملايه، بتروقي حاجه، بصوا اي حاجه تيجي تلمسيها قولي بسم الله. انت بتسمي الله على الحاجه يبقى كده يبقى فيها بركه، اكيد ان شاء الله هيبقى فيها بركه باذن الله طالما حطيتي اسم الله عليها. فخلي لسانك دايما او متعود على الكلمه دي، او ملازماكي كلمه بسم الله الرحمن الرحيم تبقى ملازماكي. هتلاقي هتلاقي في اختلاف في كل حاجه، اي حاجه بتعمليها في البيت هتلاقي فيها بركه ان شاء الله. يبقى اول حاجه هتعمليها وانت بتقبضي المصروف تقولي ايه بسم الله. يا ريت تجيبوا ورقه وقلم وتكتبوا بقى ايه الخطوات ديت او النقط دي علشان ما تقعش منكم. آه فهتسمي الله. تاني حاجه ان انت اول ما تاخدي برضو المصروف، تحاولي تطلعي اي صدقه بقى تصدقي بيها ايه عشان ربنا يبارك لك في الحاجه اللي معاكي دي. اي حاجه تصدقي بيها، تقولي اصلا يا رب ده هي اصلا الفلوس مش مقضيه، ده انا بشتكي ان هي فلوس مش مقضيه، تقولي طلعي منها صدقه. ازاي يعني؟ صدقيني والله ان شاء الله ربنا يبارك لك فيها، طالما تصدقتي منها. فتصدقي ان شاء الله، حتى بصي لو ب10 جنيه، لو ب20 جنيه، بصي كل واحد حسب ايه، حسب ظروفه. لو ب5 جنيه حتى اي حاجه طلعيها قولي ايه، قولي دي صدقه، بالنيه يعني، ما تقوليش بلسانك، دي نيه بنيتك ان دي ايه صدقه كده، ان ربنا ايه يبارك لي ان شاء الله في الرزق اللي معايا ده او في الفلوس اللي معايا دي. فطلعيها، بس يا ريت تستاذني بقى زوجك، ما ينفعش تاخدي الصدقه حتى تقولي طب دي صدقه، ده انا هعمل خير مش هاخدها ليا، مش هاخدها مثلا تجيب بيها حاجه لحد ولا كده. بصي لازم تقولي له، لان هي دي ايه، دي فلوسه هو اللي مديها لك، فلازم تستاذني هو. حتى لو هتتصدقي منها على الاقل حتى هو كمان ياخد معاك الاجر، يعني استفدتي بقى، فاهمه؟ يبقى هو انت عامله حاجه يعني هو عارف عنها، يعني عارف بيها، وفي نفس الوقت ياخد اجر معاكي، ما تبقيش بقى ايه تاخدي الاجر لوحدك وايه، وعشان ربنا يبارك لكم في الحاجه اللي معاكم. فانت طلعي منها حتى 5 جنيه، يعني بصي اللي يعجبك بقى، انت شوفي انت تقدري تطلعي قد ايه، 5 10 20 50 اللي انت تقدري تطلعيه. 5 جنيه اول ما تقبضي المرتب تروحي مطلعها على جنب، دي ايه، دي خلاص ما بقتش بتاعتنا. وصدقيني ان شاء الله ربنا هيعوضك وهيزيدك كمان ان شاء الله. بس اهم حاجه استاذنيه علشان ايه ما يبقاش عملتي حاجه من وراه، دي فلوسه وحاجته فلازم تستاذنيه. انا هقول له، ما انا هقول له انا هطلع مثلا ايه 5 جنيه مثلا صدقه عشان ربنا يبارك لنا في الفلوس اللي معانا، مش هيقول لك حاجه، هيقول لك خلاص ربنا يبارك لك. ف دي تاني نقطة، تمام كده يبقى قلنا نسمي وقلنا نتصدق بأي حاجة بسيطة. تالت حاجة بقى إن احنا إيه استغفري ربنا كتير قوي طول ما أنت قاعدة، مش لازم لما تاخدي المرتب، طول ما أنت قاعدة استغفري، الاستغفار ده حلو جدا. يعني بصي لو سمعتي الآية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. بصي يعني هيمدك باموال وبنين لو انت ما عندكيش. بصي الاستغفار ده يعني كنز كده، كنز كده معاكي انت تايهه عنه لو انت مش بتستغفري. فحاولي تخلي مثلا يعني في البدايه كده حاولي مثلا خلي مثلا ليكي مثلا كل يوم ايه 10 مثلا 10 مرات كده استغفار، استغفر الله استغفر الله كده 10 مرات مثلا، قادره تعملي 20 اعملي، قادره تعملي 50 100، اللي تقدري تعمليه اعمليه. المهم ان انت يبقى ليكي ورد كده هوت من الاستغفار، تمام كده. صدقيني بجد ان شاء الله ده ربنا اللي قال مش انا اللي قلت، فيعني يقينا ان شاء الله هيبقى في بركه في الحاجه اللي عندك، سواء بقى في الاولاد سواء في صحتك سواء في فلوسك. هي البركه مش في الفلوس بس على فكره، هو البركه في كل حاجه. البركه بقى في صحتك انت نفسها اللي انت بتخدمي بيها الناس اللي حواليك دي كلها اللي في البيت. فانت لو عندك بركه في صحتك يعني دي كفايه، مش مهم الفلوس. بس ان شاء الله اكيد طالما ربنا سبحانه وتعالى قال ويمددكم باموال وبنين، يبقى ان شاء الله انت عندك يقين، انت متيقنه ان انت ان شاء الله المصروف هيزيد والمصروف هيبقى في ايدك كده في بركه، يعني انت تحسي تقولي هو المصروف ما شاء الله، هو احنا لسه الشهر ما خلصش ما شاء الله ده المصروف مقضي معايا، انت نفسك هتحسيها. ويا ريت بقى لو حصل معاكي كده تقولي لي بقى بعد كده ان شاء الله باذن الله. فقلنا كده على 3 نقط ان انت ايه تبداي تعمليها، تمام كده.
خلاص ال3 نقط دول خلصناهم وعملناهم، احنا كده ماشيين في النقط بتاعتنا، عملنا ال3 نقط دول، لسه في نقط تانية طبعا. بعد كده بقى انت تعملي ايه؟ لازم ان انت تخرجي كل الالتزامات بقى اللي عليكي، يعني الالتزامات الاساسيه. تمسكي بقى كده المصروف، تشوفي بقى انت عليكي كهرباء، تطلعيها على جنب، تشوفي مثلا الغاز، الميه، الكلام ده كله، بتاع التليفون، فاتوره التليفون. بصي اي حاجه، دروس الولاد، اي حاجه بقى اساسيه عندك بتتعاملي معاها كل شهر او بتدفعيها بالشهر، خلاص يبقى تطلعيها على جنب، تعملها بقى ايه ميزانيه لوحدها. تشوفي مثلا انت كل دوت المجمل بتاع ده كله، بتاع الميه والكهرباء والغاز والتليفون ودروس الولاد والكلام ده كله، يعمل قد ايه. يعمل مثلا 1000 جنيه، بتروحي مطلعاها مثلا ايه على جنب كده، بتحطيها على جنب، بتنسيها بقى، دي بتاعت ايه، دي بتاعت التزامات اساسيه مالناش دعوه بيها، علشان يبقى انت مرتبه نفسك، يعني مخرجه الاساسيات اللي عليكي، اللي ما ينفعش ان انت حد يجي يطلبها منك تقول له ما فيش. ما ينفعش مثلا المدرسه تيجي تقول لك فين فلوس الدرس، تقول لها ما فيش. فلازم تركني الحاجات دي على جنب، دي حاجات كده اساسيه بتحطيها على جنب. بعد ما قلنا الثلاث نقط اللي فوق، دي نقطه رابعه، ان احنا هنطلع الحاجات الاساسيه بتاعتنا اللي بنخرجها كل شهر اساسي على جنب، ملهاش دعوه بالاكل والشرب خالص. تمام كده، طلعناها على جنب وركناها على جنب. نيجي بقى للباقي اللي معانا بقى، المتبقي معانا. اول حاجه بقى اعملها المتبقي معايا من مصروف البيت بعد ما خرجت الاساسيات، ان انا برضو اول حاجه اعملها اروح عند العطار، اشوف اقرب عطار ليا، او مش لازم يبقى قريب، ارخص عطار ليا. يعني ركزي في الكلمه دي، انه يكون ارخص عطار ليكي، مش اقرب عطار. يعني حتى لو هتمشي شويه مش مشكله، بس هتوفري. هتوفري يعني حتى لو وفرتي 10 جنيه ولا 20 جنيه في كل الحاجات اللي هتجيبيها، اصل انت هتجيبي حاجات بالشهر، فطبيعي هيبقى فيه توفير كتير. لكن لو جبتي حاجه واحده، لو انت مثلا رايحه تجيبي رز وجايه كيس رز مثلا كيلو مثلا، فايه التوفير اللي فيها؟ مش هتحسي بالتوفير، فمش مشكله هاتي من اي حد. لكن لو انت بقى هتجيبي حاجه الشهر كلها، يعني مثلا بتستخدمي مثلا في الشهر 5 كيلو رز او 3 كيلو رز، هتجيبي رز وهتجيبي سكر وهتجيبي مثلا مكرونات وحاجات، فده كله لما كل حاجه توفري منها جنيه او 2 جنيه، شوفي بقى كل ده المجمل بتاعه هيعمل مثلا معاكي 20 جنيه، هيعمل معاكي 10 جنيه، انت اولى بيها، انت هتنفعك في المصروف. فانت هتروحي عامله ايه بقى؟ هتدوري على مش اقرب عطار ليكي، لا، على ارخص عطار ليكي. يبقى دي بعد دي نقطه، ان احنا هندور على اقرب عطار لينا، ونجيب منه بقى كل الطلبات اللي احنا عايزينها بتاعت الشهر. ما تجيبيش بالكيلو، ما تجيبيش مثلا كيلو سكر، كيلو مكرونه، لا، هاتي حاجه الشهر كلها اللي انت تستعمليها، هتلاقي فيها توفير بجد، وهتلاقي فيها بركه. هتلاقي ان انت ما شاء الله بقى عندك الخزين في البيت. حتى لو يوم انت ما رحتيش السوق او معكيش تجيبي حاجه من السوق، هتطلعي كيس مكرونه مع كيس صلصه وتروحي عاملاه، هتلاقي نفسك خلاص طبخت للولاد اكله. مش مهم بقى نوع الاكله، المهم ان انت عملتي اكل للولاد. فهاتي حاجه الشهر، دي نصيحه مني ليكي، هتبقى فيها بركه. اي حاجه بتجيبيها بالشهر على بعضها بتبقى فيها بركه، بتعرفي تقسميها وبتعرفي توفري فيها. لكن لما تجيبيها حاجه حاجه كده، مش بتلاقي فيها بركه ولا بتوفري فيها. فهتجيبي بقى ايه حاجات من العطار، كل حاجه بقى انت عايزاها بقى، حاجات توابل، مكرونات، رز، سكر، زيت، اي حاجه بقى اللي انت بتستعمليها في المطبخ هتجيبها بالشهر. يبقى كده انت خلصتي برده بند ايه تاني. هتيجي بقى على المتبقي بعد كده، بعد ما انت خرجتي جبتي الاساسيات بتاعه المطبخ، هتيجي بقى ايه على المتبقي ايه معاكي، بعد ما جبتي خزين المطبخ وجبتي العطار وجبتي حاجات السوبر ماركت والكلام ده كله. الباقي بقى اللي معاكي هتعملي فيه ايه؟ هتقسميه. انت مثلا اتبقى معاكي مثلا ايه 1000 جنيه مثلا، اتبقى معاكي بعد كل ده 1000 جنيه مثلا يعني. انا بتكلم كل واحد حسب بقى فلوسه، بس انا بتكلم بديكي مثلا. ممكن بقى معاكي 2000، ممكن بقى معاكي 3، ممكن بقى معاكي 500، ممكن بقى معاكي 200، يعني انت على حسب. فاحنا نقول ايه بعد ما خرجنا كل الحاجات الاساسيه وجبنا حاجات العطاره وعملنا كل حاجه وظبطنا الدنيا، اتبقى معانا مثلا ايه 1000 جنيه مثلا، او 1000 وشويه، 1200 مثلا. هنيجي نقسمها على الاسابيع بقى. الشهر ايه 4 اسابيع، فهنقول مثلا الشهر مثلا عامل معايا مثلا 300 جنيه. انا بقى هعملها كده، هقسمها كده عشان امشي الدنيا. الشهر مثلا همشي ب 300 جنيه، بس انا عندي الاساسيات في البيت، عندي سمنتي وعندي زيتي وسكري ومكرونتي والكلام ده كله، متبقي معايا يعني همشي الاسبوع ب 300 جنيه. طيب ال 300 جنيه دول بقى انت بقى ايه تقعدي بقى تفنني فيهم كده، تيجي بقى ايه تقسميهم بقى ايه على مدار الاسبوع كله. ان انت مثلا هتعملي النهارده مثلا مكرونه، هتعملي النهارده مثلا هتطبخي مثلا، فالاكل هيقعد معاكي يومين، الطبخ بيقعد يومين. هتعملوا مثلا كشري اصفر، هتعملوا مثلا كفته في الفرن، حواوشي، اي حاجه. انت بقى بتظبطي ال 300 جنيه دول على انت معودي ولادك بتاكليهم ايه، انت وبتحبوا ايه. انا ما اقدرش اجي اقول لك اعملي كذا، انت ممكن تكوني بتحبي حاجه تاني او ما بتحبيش اللي انا بقوله ده.
او مثلا ولادك ما بياكلوهوش، انت معوداهم على حاجه تانية، فانت ال 300 جنيه دول هتظبطي نفسك عليهم إن على الاسبوع، بس انت عندك الاساسيات، مش هتجيبي اساسيات، ده هتجيبي بس طماطم، هتجيبي خيار، بصل، هتجيبي مثلا لو هتجيبي مثلا فرخايه، هتجيبي مثلا نص كيلو مثلا كبده، نص كيلو لحمه مفروم، يعني كده اللي هي على قد كده. ال 300 جنيه دول مثلا تمشيهم على قد الاسبوع، ممكن يبقى انت متبقي معاكي للاسبوع 500 جنيه، ممكن يبقى متبقي معاكي اكتر من كده، ممكن اقل من كده، فانت هتمشي الاسبوع بتاعك على ايه، على ما قلنا كده اهوت، على الرقم دوت. فانت لو قسمتيهم 4 اسابيع وكل اسبوع بكذا، هيبقى احسن لك، هيبقى اوفر لك، انا شايفه كده من وجهه نظري. انت حابه بقى تمشيها بطريقه تانية وتسيبي بقى الفلوس ما تقسمهاش اسابيع وتمشيها عادي كده بالبركه، تمام براحتك جدا. بس انت اول حاجه زي ما قلنا هتخرجي الاساسيات بتاعتك، وهتجيبي خزين البيت، دول اهم حاجه في الموضوع كله. طالما جبتيهم وظبطتي الدنيا خلاص كده تبقى قاعده مرتاحه ومطمنه. فحاولوا تمشوا على الخطوات اللي انا قلت عليها دي، وان شاء الله الميزانيه هتظبط معاكم. ولو ظبطت معاكم بجد قولوا لي، اكتبوا لي في الكومنتات. وان شاء الله تستفيدوا من الخطوات اللي قلنا عليها، بس بجد نفذوها وخلي عندكم يقين ان شاء الله ربنا هيبارك لكم في الفلوس. اهم من ان انت تعمليها ان انت يبقى عندك يقين ان انا لو عملت كده ربنا ان شاء الله هيبارك لي في الفلوس ديت، وهتقضيني ومش هستلف من حد، وهتكمل معايا الشهر وهتقضيني ويمكن تفيد كمان. فهي اهم حاجه اليقين، ان انا هبقى عندي يقين ان ربنا زي ما قال كده، يبقى ان شاء الله حاجتي هتظبط معايا ويبقى فيها بركه. تمام كده. يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو وتطلعوا منه باي معلومه حتى لو صغيره قد كده. بس وما تنسوش بقى تحطوا لي لايك، تكتبوا لي كومنت حلو قمر كده زيكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا رمز الجرس عشان اي ينزل يجيلكم بيه اشعار على طول. واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامه حبايب قلبي.